السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم خفيفة ظريفة. عندنا الفيليتي ستيك ديال البقري بواحد التتبيله كيجي رائع رائع بزاف وكيجي كيدوب في الفم. كنتمنى تعجبكم. ندوزو على بركة الله الطريقة والمقادير. عندي هنايا الستيك فيليتيز ديال البقري بهذا السمك هذا. عندي 3 المعالق ديال خل عادي، شويه ديال الكوزه، شويه ديال الفلفل الاسود والثومه، واحد 2 راس ولا شي طرس كبير على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندكم، وشويه ديال الزيت. غادي نجمع هاد الخلطه هادي الترقيده، وغنزيد الزويته. راني ما درتش الملحه كيف شفتوا، لان الملحه غنديرها ملي يكون كيطيب ستيك، حتى كنديرو في المقله عاد كنرش عليه الملحه. المهم غادي نخلطو ونخليه في الترقيده. كل ما بقى في الترقيده كان احسن، كيجي احسن وحسن، كيزيد يرطب. انا غنخليه واحد المده وعاد ندوز باش نصاوبو. وهنا والكوزه عرفتو كتعطيه واحد المذاق رائع رائع جدا. الكوزه خطيره كتجي في هذه الوصفه. من بعد ما بقى واحد المده اللي هي طويله في ديك الترقيده، خديت المقله على نار عاليه، والمقله كيف شفتوا راه سخونه بزاف، وغادي ندير الستيك ديالي. هنا عاد كنرش الملحه على 2 جوايه، غنرش الملحه، كنقلب عاوتاني غنرش شويه. وما نخليوش بزاف، غير كي يتبدل شويه اللون كنقلبو هكذا باش ما يفقدش هذاك الماء ديالو، باش ما يشحفش، يعني يطيب بزاف غيشحف ماشي. وصافي انا زدت شويه الملحه على 2 جوايه على الجهه الاخرى. ودابا غادي ندير واحد الطريف ديال الزبده. الزبده حتى هي كتزيد تخلي اللحم طري، كتزيد طري لنا اللحم. وواحد العريش ديال ازير كيعطي واحد المذاق رائع رائع جدا. صافي ما نخليش بزاف وغادي نحيدو صافي. من بعد هنا فاش طاب الستيك ديالي، سربيتو هكذا، سربيتو بشويه ديال الروز وواحد لي صالاد بحال هكذا بطوماط سوريز. كيجي زوين، كيجي رائع. وانتم الا بغيتو زيدوا حتى البطاطا بوري راه كتمشي مع ستيك، كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم. الوصفه اليوم كانت خفيفه ظريفه، كتوجد دغيا 5 ديال الدقائق في رمشة عين. كنتمنى تعجبكم. يا الله، مع السلامه والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، وصفه اخرى. ونقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المسانده. يلا مع السلامه والى اللقاء.